إلى مدينة الطنطانة التي عرفت يوم أمس تساقطات مطرية مهمة، تساقطات ألحقت أضرارا جانبية ببعض شوارع وأحياء المدينة. روبورتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. أمطار غير تساقطت طيلة الساعة الأخيرة على مدينة طنطانة أعادت طرح التساؤل حول وضعية بنيتها التحتية. تساقطات غمرت الشوارع والأحياء السكنية وأربكت حركة السير خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة. هذه مشكلة هذه المياه اللي تحصل هنا عندنا في الطنطان في حصار من الماء في ظرف 4 ساعة 4 ساعة والله نص ساعة. لو كانت فوتت أكثر من نص ساعة والله ساعة تامة المدينة تغرق كلها، لا بنية تحتية. لا هذا البحيرات هي قاطعة الطريق في الدخلة ديال قليمين، مقاطعتها في الوادي في عين الرحمة، قاطعتها في شارع بن زران. وهذا الشيء راه ماشي معقول. تشوف هذا الطريق دابا وسط المدينه طريق رئيسيه، وشوف الماء شويه الشتاء صبات شويه الشتاء وشوف جرت لنا في المدينه. دابا غندوزو ما قيلا فين خصنا ندوزو دابا من الجهه الاخرى. هو السيد صاحبي دابا الطوموبيل ديالو خاسره، داز من هنا عنده ايسونس تخليه الماء سكتت ليه. هاد الطريق من هنا واعره شويه، بان خصو يدير شي احتياط، بان الشتا مازال ما طاحت كاع القدر الكافي. وشوف الشتا شنو دارت الطريق، يعني قربت تقطع الطريق. تساقطات مطرية إذن وإن كان لها وقع الإيجابي على نفوس المواطنين، إلا أنها وبالمقابل فضحت هشاشة البنية التحتية بهذه المدينة، هشاشة سقط ضحيتها هذه المرة طاقم قناة العيون التلفزية.